مساء الخير متتبعاتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. جيتكم اليوم بهذه الوصفه اللي كنتوا طلبتوها مني من قبل. حلوى الفرماج كنا نستخدموها بكري، بنينه وخفيفه وجايه مزيج بين الصالي والسكري. نجيو هنا مع بعضنا للمقادير. عندي 500 غرام زبده، انا استعملت لابيل، تقدروا تستعملوا اللي تحبوا. وعندكم قطع من الفرماج، استعملت 8 قطع فرماج. انا استعملت هنا سيبلي، بس من المستحسن البنات تستعملوا لافاش كيري باسكو هو زايد شويه ملوحيه. نضربوهم بالباتور حتى يوليونا بهذا القوام الكريمي، ومن بعد نضيف لهم صفار حبه بيض وقرصه ملح. البنات جامي تنساو الملح في الكاطو، ديما اي كاطو اي حلوه تستعملوا فيها قرصه تاع الملح ولافاني بيان سور. ومن بعد ضيفوا 3 مغارف كبار سكر غلاس وتواصلوا الخفق. من بعد ضيفوا 2 ملاعق كبار ونص نشا، وتكملوا تضربوا بيان بالباتور. من بعد نجي نلم العجينه تاعي بالفارينه. غربلوا ديما الفارينه تاعكم يا البنات باش ما تخليلكمش هذوك لي كريمو. ومام الخميره تاع الحلوى هنا استعملت باكي، مام هي ديما تفوتوها في الصفايه ولا غربال تاع الفارينه ولا. ونكمل لا فارين تاعي ملعقه مرختها حتى نكمل. ونلم العجينه تاعي باليد ماشي بالباتور، كيما راكم تشوفوا راني غير نلم فيها ماشي تعجنوها. بعد ما لميتها كيما راكم تشوفوا القوام تاعها هكا، نغطي عليها باش ما تشكليش. ومن بعد نجيب بلا نرشو بالفارينه ولا ديروا بابي كريسون كيما تحبوا. نجيب ميزان تاعي تاع الكاطو، نوزن الحبه تاعي، انا وزنتها 10 غرام. نتوما تشكلوا كيما تحبوا. البنات هنا كاطو فرماج كان اللي يشكلوا حربوش ويقطعوا مقرودات كيما تاع بكري، بس انا هنا اليوم شكلته هكا كويرات صغيره على ميزان 10 غرام باسكو عندي هاد لي كيسات تاع البنيون بغيت نديرو صغير. ونكمل نشكل كامل الحبات كيما راكم تشوفوا، غير نكورهم هذا مكان ونرتبهم في البلاطو. والبنات هنا نطيبهم انا في الفرن على درجه حراره 180، نطيبهم من التحت ومن بعد نحمرهم من الفوق. انا الكاطو نحب نطيبه مليح، الكاطو كي يكون طايب مليح يشد لك مده اطول احسن ما تخليه هكاك. شوفوا لي التحميره تاعو كيفاش جات. من بعد نجيب الاشوار تاعي البنات ونجيب هذا الكوفريت نورمالمون كامل تعرفوه. انا درت بذوق اللافاني، تقدروا ديروا بالشوكولا كيما تحبوا. نلحيه في الاشوار، ما يكون خشين ما يكون رقيق بزاف باش تجينا لا فورم تاع الحبه من بعد مليحه وباهيه. هنا كنت رحيته في الاشوار. بعد ما رحيته حطيته هكا اكوتي، ومن بعد جبت ريسيبيون درت فيها معجون حليته بشويه تاع مزهر، وزدت فيه ملعقه كبيره تاع عسل باش يجيني شويه حلو. البنات كاين اللي يرمد الكاطو فرماج في العسل وكاين اللي يرمدو في المعجون، انا نحبه في المعجون باش ما يبسليش من بعد يبقى لي طري. هنا رمدت الحبات تاعي في المعجون، ومن بعد خليتهم هكا شويه ما طولوش بزاف ماشي زعما يتعسل ولا. ومن بعد نرمدو في الكوفريط هكا، ونحاول نرمدو مليح في الكوفريط باش يشد لي هذيك لا فورم الباهيه اللي كنت حبتها. بعد ما كملت الحبات تاعي كامل كيما راكم تشوفوا رتبتهم في الكيسات، جات الحبه باهيه ومقدره كيما حبيت. ولوغو ما نحكي لكمش يا البنات، هايل هايل. الكميه هذه تقطع لك بالتقريب 88 حبه 89 حبه. البنات هذا ديروا ولا درتوا شكل اكثر مش حتوصل حتى ل 80 حبه. تقدروا ديروه في المناسبات والاعراس، يقطع كميه وافيه ما شاء الله وبنين ويتشرب مع القهوه. انا بور موا درته في العيد هذا العام. ان شاء الله تجربوه وتخليوا لي رايكم في الكومنتير، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وصحه فطوركم.